أمثالنا شعبية مصرية عربية، أمثالنا ذكريات فاتت بنستخدمها لغاية دلوقتي في معاني كتيرة. أمثالنا على كل لسان وفي كل مكان، على لسانك انت وهي. أمثالنا مصرية شعبية، حكايات مية مع عمو جمال ومثل وليه حكاية. واستنوني هرجع لكم واقول لكم مثل جديد جميل. استنوني ما تمشوش. مثلنا النهارده مثل جديد، مثل بنستخدمه في غير معناه، مثل رمز للشهامة وللبطولة لأهل المنوفية، رمز بيحيي كل المنوفية وبيقول لهم ان انتوا رجاله من زمان واقفين مع الحق. مثل استخدمناه في موقف تاني. المثل بيقول المنوفي عمره ما يوفي حتى لو وكلته لحم كتوفي. المثل معناه مخالف للحقيقة اللي حصلت. ايه هي حكايته المثل ده وايه هو الحوار؟ كان اتنين اتراك كانوا ايام ما حاكمين مصر، ما هو المماليك كانوا اتراك، اتنين اتراك كانوا حاكمين مصر. واحد تركي شديد، كان الاتراك دول ايه؟ شداد، كانوا شداد واقوياء كده. اتعاركوا مع بعض، واحد ضرب واحد بنيتين كده ثلاثة موت. وهو بيموته شافوا واحد منوفي من المنوفية، مسكوا المملوك ده وقال له اوعى تتكلم ولا تقول له اللي انا موتته. قال له طب اعمل ايه طيب؟ قال له طب تعالى عندي. المملوكي دوت فضل ظبط لك عمك المنوفي اكل وشرب، لحمه وفراخ وكل ايه ما تشتهي. الملوكي بقى كان ملك البلد ساعتها. المهم قال له بص، انا وكلتك وشربتك ونيمتك في احلى نومه وظبطت لك وعطيتك فلوس، وانا عاوز اقول لك اللي انت ما تقولش اللي انا موتته. خلاص قال له يا عم انا خلاص. المنوفي خد بعضه ايه ومشي. عدت اسبوع، كانوا لقوا الميت، الراجل الميت ده بيعملوا ابحاث مسكوا لك عمك المملوك اللي قتل. المملوك اللي قتل راح اتحبس وهو مطمن، حاطط في بطنه بطيخه ايه؟ بطيخه صيفي، ان المنوفي ايه يشهد معاه، ما هو اكل وشرب طبعا وخلاها ربرب كده زي البطه. المهم القاضي جاب المنوفي، وقف قدام المنوفي قدام القاضي وقال له، القاضي قال له قول والله هقول الحق. المنوفي قال والله العظيم هقول الحق ومش هقول الزور ابدا. هو الراجل هو اللي قتل صاحبه. بص له المملوك، المنوفي بص للملوكي كده وقال له ايه؟ وقال ايه هو ده يا مولاي؟ هو ده اللي قتل. المملوك قال له يخرب بيتك يا راجل، ده انا وكلتك وشربتك ونيمتك احلى نومه عشان ما تقولش ان هو اللي انا اللي قتلت. قال له ما انت تدخلني النار، يعني انت تطلع براءه عشان وكلتني وانا اخش النار لو قلت الكلام الزور. وقف المنوفي وقفت رجاله، وقف مع الحق. بعدين قال ايه المملوكي؟ صحيح المنوفي عمره ما يوفي حتى لو وكلته لحم كتوفي. تحيه لاهل المنوفيه، تحيه الاسكندرانيه، تحيه لكل الناس، تحيه للقصيطه، تحيه للجنويه، تحيه لمصر تما من شمالها لجنوبها. مصر احلى حاجه في الدنيا، مصر هي ام الدنيا. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. والمثل دوت ما بيعيبش المنوفيه، لا ده مثل كان اصلا لمجدعه اهل المنوفيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.